عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم. رجعت لكم بغوسيت جديدة، قلاية تونسية. قلاية تونسية بلوتو نابلية شوية، قلاية نابلية بالدجاج العربي. به عندي هوني زوز دجاجات صغار على الاخر، دونك ما يجيو كان قلاية كيما الحمام صغير على الاخر. الدجاج ايش نستعملو تو؟ دونك ما يجي كان قلاية. حطيت في الطنجرة متاعي، حطيت شويه زيت زيتونه والدجاج متاعي، حطيت شويه ماء، خاطر مش نشنشنك الدجاج في وسط الفاح، دونك ما نجمش نشنشنو في الزيت صافي، بالاخص يكون زيت زيتونه يتحرق لنا، دونك زدت شويه ماء. بالنسبه للفاح، مغرفه نتاع قهوه مكومه بالكدا كركم، قلايه تحب الكركم، مغرفه نتاع قهوه مكومه فلفل احمر، نجموا تنقصوا شويه كان تحبوها زعره، شويه فلفل اكحل وشويه ملح، ما تكثروش من الملح. وهذه باش نزيدها تو هي القرفه، على حافه المغرفه قرفه. القرفه تبنن على الاخر، تنجموا تزيدوها في المرحله هذه يعني في اللول، تنجموا تزيدوها في الاخر كيما تحبوا. انا نحب هكا من اللول. علاش تزيدوها في الاخر؟ اللي يحب اللون ما يغمقش متاع القلايه، خاطر القرفه تغمق على الاخر اللون. دونك كان تحبوا لونها ازعر شويه ماهوش غامق، حطوها في الاخر. وشويه شوشورد كيف القرفه، على حافه المغرفه شويه شوشورد، ونحركوا هيك الكل مع بعضو. نحاولوا ندخلوا كل الفاح الكل في وسط الدجاج بالكدا. وبيان سور ما ننساوش اهم مكون في القلايه النابليه هو الزهر بالزعفران، اللي انا زدته دويكا. كيفاش يكون؟ ناخذوا الزعفران كميه محترمه من الزعفران، نرقدوها في الزهر في دبوزه ونستعملوها فيما تحب تستعملوها. دونك احنا في نابل بصفه عامه نستعملوه برشا في الماكله نتاعنا، يفوح على الاخر. يسوفي يعني وفات الدبوزه تعاودوا من الاول تجدوا الزعفران من الاول وجديد وهكذا. به المكونات الكل ندخلون في وسط الدجاج، ونغطي الطنجره متاعي ونخليك الفاح الدجاج يشرب الفاح بالكدا. ما بعد ريج من زمان ونرجعوا لها. سي بون، هوني رجعت لها. به هوني مش نمرقوا، بما انه الدجاج نتاعي كما قلت لكم صغير على الاخر، دونك اللحمه نتاعو طريه ماهوش شارف كما نقولوا احنا، دونك مش نمرق شويه برا. ما يغطي الدجاج نتاعي، الماء يغطي الدجاج نتاعي وكهو. باهي الطريقه هذه نتاع الفاح نتاع القلايه بصفه عامه راني نستعملها مع الدجاج العربي، الدجاج السوري، اللحم، العلوش نستعملها يعني مع انواع الكل متاع اللحوم. هذه هي الفاح نفسه، كل شيء نفسه. سي بون، مرقت لها، نغطي طنجره بيان سور نتفقدوها، وفي الاخر بالكل نتحصلوا على المنظر هذا، وبالاخص ريحتها الفاحه في وسط الدار. من تنساو جيم للفيديو، ابوني للشين يوتيوب متاعي باش تشجعوني اكثر، وملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله.